وبهذا البارك كل شي كان طبيعي حد ما هذني البنات دخلن بفت زحلقية بالغلط. ويا هلا شباب واهلا بكم بقناة سالفة فيلم. اليوم راح نحكي عن فيلم رعب اسمه اكوا سلاش. بداية الفيلم نشوف بنت وولد جايين يم الحوض وعندهم موعد سوا، وهالاثنين يشتغلون منقذين هناك، وبعد ما يخلص شغلهم بدال ما يروحون للبيت يظلون هناك ويقضون وقت سوا. ولما كانوا فوق وحدة من الزحلقيات المائية جا واحد شايل سيف وذبحهم اثنينهم بطريقة وحشية. بعد فترة طلاب ثانوية فلي قرروا يسوون حفلة تخرج، واختاروا حديقة الألعاب المائية هذه اللي اسمها ويت ويل حتى يحتفلون ويتونسون هناك. البنية اللي اقترحت الفكرة اسمها إليس، وهي خريجة من نفس الثانوية، ومثل باقي السفرات المدرسية الكل كان متحمس وفرحان لأن راح يقضون وقت حلو سوا. ومو بس يسبحون ويلعبون بالزحلاقيات، لا هم خططوا يبقون هناك 3 أيام. في البداية نشوف بطل القصة جاش واللي عنده أصدقاء مغربين أساميهم تشيت وسليم، وهذول الثلاثة مسوين فرقة موسيقية صغيرة، وبهاي السفرة عندهم عرض موسيقي خاص اللي راح يقدمونه. وبنفس الوقت يجيهم رجل مسن اسمه كارمن ويقول لهم انه هو مسؤول عن المكان، يعني المنظف، وهو متكفل بالصيانة والتعمير بكل شيء بالبارك اللي 35 سنة يشتغل هناك. ومع هذا بعده قوي وبصحة يواصل شغله كأنه بعده شباب. كم ساعة بعد وجاش ورفقاته قاعد يتمرنون، فجأة نشوف كيم وهي حبيبة جاش السابقة اللي تشتغل منقذة بهالبارك. كانوا يتونسون بالحكي ويضحكون هي وجاش. فجأة يجي تومي حبيب كيم الجديد ويفسد الجو عليهم. جاش يدق تليفون على ابو مايكل ويقول له بابا تعال للحفلة راح نسوي عرض ويا ربعي واريدك تشوف شنو سوينا. يحاول يقنعه حتى يجي ويكون فخور بيه. المرة واحدة من مسؤولين البارك اسمها برسيلا وهمين متخرجة من نفس المدرسة. باقي طلاب دا يستانسون بأهم جزء من البارك اللي هو عبارة عن مجموعة أنفاق مائية طويلة. لحد هاللحظة كل شي ماشي تمام وماكو أي شي غريب صار بالبارك، إلى أن كم ولد دخلوا الزحلقية وياهم مشروب، ووحدة من الغنان انكسرت وضربت رؤوسهم. بعد هالحادث بول صاحب البارك كلف كارمن المنظف انه ينظف الحوض من الزجاج المكسور والدم بسرعة حتى لا تتأجل هالسفرة وما حد يعرف شنو صار. ووراها من كانوا كيم وتامي يتمشون سوا، جماعة جاش طلبوا من تامي انه يشغل الميكروفونات والسبيكرات حتى يبدون عرضهم. جاش وكيم استغلوا الفرصة وراحوا حتى يقضون وقت سوا. بس بنفس الوقت نشوف ابو جاش وهو ويا برسيلا وحدة من مسؤولين البارك واللي شفناها ببداية الفيلم قاعدين بموعد. برسيلا زوجة بول صاحب البارك جاي تلتقي بمايك ابو جاش اللي هو رجل معروف وغني بالمنطقة. شوية بعد جاش وكيم يرجعون ليم اصدقائهم. وقت العرض تقريبا صار. بهاللحظة نشوف شلة من زملاء جاش واقفين ويتفرجون. واحد منهم همس بصوت واطي راح يصير شيء لجاش. الكل كان مستمتع بالعرض، ما يدرون انه ورا الضحك والفرح جاي يصير شيء مو حلو. نشوف كيم وهي واقفة وتامي يجي يمها، تبدي تتصنع انه ما عجبها عرض جاش. بس بنفس اللحظة طلاب الصف ينزلون فيديو لجاش وكيم وهم ويا بعض. تامي اول ما يشوفه يعصب ويركض يهجم على جاش، بس الموقف يصير اسوأ. انت تجي برسيلا اللي قبل شوي كانت ويا ابو جاش وتتفاجأ انه زوجها بول دا يخونها ويا اليس البنية اللي شفناها ببداية الفيلم. ابو جاش يمه ويحاول يهديه، بعدها يسأله شنو رايه اذا اشترى هالبارك. بس اليس كانت واقفة بالزاوية وتسمع حجيهم بصنته. تخلص السالفة تروح تركض على بول وتواجهه بالعقد اللي مخبيه عنها والخاص ببيع البارك، وتنغور منه لأن تحس انه ناوي ياخذ الفلوس ويتركها ورا ظهره. بعدها بساعات والكل نايم والبارك فاضي، واحد يتسلل جوا وبشكل سري ويجي يركب نصلين حديد على وحدة من الزحلاقيات المائية. باليوم الثاني نشوف مايكل ابو جاش وهو دا يتفقد المنطقة، بس فجأة واحد مجهول يضربه بطلقة، وهناك يكتشف جثة البنية والولد اللي شفناهم بأول الفيلم. بهاي الأثناء تامي حبيب كيم يظهر على الشاشة، ولأن البارحة تصارع ويا جاش كيم تنهي علاقتها وياه. وفجأة يجي كارمن منظف البارك بيقول لك كيم بعد ما تهتم بك انساها احسن لك. ورا الغدا كارمن يفتح مي الزحلقية، بس ما حد يدري انه بها نصال حادة مخفية جوا النفق. الكل دا يتحمس للمسابقة الحماسية مال الزحلقية والجائزة لها $100. ينقسمون لفرق من 3 أشخاص، كل فريق لازم ينزل بأسرع وقت من النفق المائي واللي يوصل أول هو الفايز. مرة الأخ تامي حبيب كيم يطلع بالساحة، بس برسيلا بسبب الشغلة اللي صارت البارحة توقفه وتقول له ممنوع بعد تجي هنا. تامي وهو زعلان ودا يتمشى حوالين المكان يشوف مي متسربة من واحد من الأنفاق ويفهم إنه أكو واحد مضروب، يعني أكو شيء غلط. المسابقة شبه تبدي وكارمن قاعد يم مخرج الزحلقية ينتظر الإشارة. تامي يركض بسرعة للمكان اللي يبدون منه السباق حتى يحذر الكل ويقول لهم يوقفون، بس ما حد يسمع لأن الكل بعدهم زعلانين منه بسبب اللي صار البارحة. هاللحظة المسابقة على وشك تبدي، وبرسيلا حتى تطمئن تسأل كارمن اللي جالس جوا يتابع الوضع كل شي تمام. تامي بعده يحاول يقنع برسيلا وبول انه اكو خطر حقيقي، بس ما حد يصدقه.
فجأة واحد من الأولاد يدفع تامي داخل الزحلقية بالقوة. بنفس الوقت 3 بنات من ضمنهن أليس ينزلون بنفس الزحلقية، ومن يوصلون للتيغات المعدنية اللي نصبها القاتل يتقطعون تقطيعة بطريقة مرعبة، والماء يتحول لبحر دم والكل يصرخ من الخوف. بنفس اللحظة تامي ينجرف جوا الزحلقية، يغرب شوي شوي على التيغات المعدنية وقلبه يدق بسرعة، يتمنى ما حد بعد يدخل بالزحلقية لأن إذا أحد نزل ورا نهايتهم سودة. كارمن من جوا بسرعة يحاول يبلغ برسيلا عن اللاسلكي ويقول لها وقف المسابقة اكو شي غلط، بس اللاسلكي ينقطع وبرسيلا ما توصلها الرسالة والوضع يبدي يطلع عن السيطرة. وبرسيلا وهي بعد هي ما تعرف شي عن اللي دا يصير تنادي على بول وتقول له تعال خلينا نروح ننزل من الزحلقية ونشوف الوضع وبعدين نرجع فوق. بول بدون ما يعرف من اللي دا يصير يقرر ينزل، وبنفس اللحظة يوصل جاش ويكض يده حتى يمنعه ينزلق. بس للأسف قبل لا يسيطرون على الوضع 3 من البنات اللي قبل نزلن يوصل للتيغات ويتقطعن ويصير المشهد مثل كابوس. ما حد قدر يتخيل انه لعبة بسيطة وممتعة راح تنقلب لهالشكل الدموي والمأساوي. كامرين وهو مخترش يركض على أصدقاء جاش يقولهم لازم نروح بسرعة ونطفي بوم الماي قبل لا يصير أسوأ. ولما يوصلون يتفاجئون بمشهد مرعب، يلقون جثة مايكل أبو جاش مرمية ويمها جثتين ثانيات نفس الزوج اللي شفناهم بأول فيلم. الكل يوقف مصدوم اللي هو ساكت، والصدمة تخليهم يتجمدون بمكانهم. واضح ان الوضع أكبر بكثير من مجرد حادث. وبين ما جاش بكل قوته يحاول يمسك ايد بول ويمنعه ينزل، ضغط الماء يصير أقوى وأقوى، ايدهم تنزل وجاش يصرخ لا، بس بول من كثرة قوة الدفع يندفع لتحت ويدش رأسا بالتيغات، وبلحظة واحدة يصير ضحية جديدة. الكل فوق يسمعون صوت صراخ وبعده سكوت. بعد كل شي صار واضح انه هالبارك تحول من مكان الفرحة لمكان المجزرة. وبالمشهد الاخير من الفيلم واللي كل شي راح ينكشف بيه، المحامي مال مايكل ابو جاش يجي ويعلن انه جاش ورث مبلغ كلش ضخم، والفلوس اللي كانت راح تروح لشراء البارك صارت من حصة مرته برسيلا. الفيلم يخلص وهي بسمة غامضة من برسيلا وهي تتذكر شلون بطفولتها ابوها مات بهالبارك المائي ولا احد ساعده حتى ينقذه. وهنا نكتشف انه كل هالمجزرة والمأساة اللي صارت بالبارك كانت وراها برسيلا، لأنها كانت تدور على انتقام موت أبوها. قدرت تضحك على بول وتكتله حتى تاخذ الورث من عنده. وخلاص وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لأن بغيتوا وياي نهاية الفيديو. إذا تحب هيك مقاطع وهيك أفلام لا تنسى تشترك بالقناة. كان وياكم أخوكم علي من قناة سالفة فيلم.